اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. هعمل معاكم النهاردة كيكة الرواني. شايفين الجمال اللي قدامكم ده؟ بطريقة سهلة جدا وحلوة بإذن الله هتعجبكم. تابعوا معايا عشان تعرفوا المقادير. هجيب بقى البولة بتاعتي واضيف عليها 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونوش ساقعين. وانا حاطه عليهم معلقة فانيليا سايلة صغيرة، وحاطه عليهم معلقة خل. انتي لو ما عندكيش فانيليا سايلة ممكن تحطي 3 باكت فانيليا باودر، مفيش مشكلة خالص. هقلب بقى البيض مع السكر، وحاطه 3 معالق سكر بس. عشان كده كده احنا هنعملها سيرم. فانا ضربت كده السكر والبيض لحد ما لونه اتغير شوية، ونزلت بنص كوباية من الزيت. هقلب برضو، يعني ايه، هضرب كده بالمضرب كويس جدا برضو لحد ما الخليط يفتحي معايا شويه. انتي ممكن تضربي في الخلاط، مفيش مشكله، يعني ممكن تستعملي الخلاط، وممكن ولا تستعملي خلاط ولا مضرب كهربا، برضو ممكن تستعملي اللي هو المضرب اليدوي عادي. انا بقى كان معايا عندي لبن وقطع، قلت بقى ايه هستفاد منه وهعمل بيه كيكه بتطلع حلوه جدا. مش شرط زبادي ومش شرط لبن عادي، يعني ده اللبن قطع وعملت بيه الكيكه وطلعت جميله جدا. انا استعملت كوبايه واحده بس من اللبن القطع ده، وهضربهم برضو المكونات السائله كويس جدا مع بعض. وبعدين بقى هنزل بكوبايه دقيق وكوبايه سميد. اهم حاجه الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها السميد عشان الكيكه تطلع معاكي ناجحه والمقادير تبقى مظبوطه. انا حطيت برضو نص كوبايه من جوز الهند، دي اساسي عشان هي اللي هتخلي الوصفه حلوه بصراحه. هنزل بقى بكيس كيك شيف، برضو لو مش عندك كيك شيف تستعملي البيكنج باودر. بس بلاحظ الكيك شيف في كيكات بيبقى احلى بصراحه، بيديها ارتفاع وبتبقى جميله جدا. هضرب بقى المكونات كده مع بعض. هضرب المكونات كويس جدا مع بعض. عايزه اقول لكم حاجه بقى، طبعا الفرن لازم يكون ساخن قبلها، يعني قبل ما انت تبداي في خطوات الكيكه تكوني مسخنه الفرن، عشان الكيكه لازم تخش على فرن ساخن. بتدخلي الصينيه بتاعتك على رف وسط، وبتكون الفرن شغال من تحت. بعد ما هي ما بتستوي من تحت بتشغلي الشوايه تاخد لون، وبعدين تقفلي عليها. وطبعا قبل ما نبدا في اي حاجه السيرم طبعا برضو تكوني عاملاه ومجهزاه، لازم السيرم يكون بارد. انا مصورتوش معاكم في الاول بس انا مصوراه دلوقتي برضو هوريه لكم. بس اهم حاجه السيرم يكون بارد، والكيكه الرواني بتاعتك تكون سخنه وهي لسه خارجه من الفرن بنسقيها على طول. كده خلاص انا دخلتها الفرن. السيرم بتاعي معايا كوبايه ونص من السكر وقصادها كوبايه ونص من الميه. تمام. انا عملته معاكم كتير، عموما هتلاقيه في القناه كتير يعني موجود معاكم. واول ما بيغلي بنحط عليه نص ليمونه. دلوقتي الكيكه ما شاء الله بتاعتي ما شاء الله ريحتها ماليه الدنيا. استوت وبقت جميله جدا. الكيكه سخنه والسيرم بتاعي بارد جدا. هنزل بقى بالسيرم. شايفين ما شاء الله الكيكه بتشربه تماما، اول ما بينزل الكيكه بتشربه. شايفين ما شاء الله شربت السيرم على طول. ازاي تعرفي الكيكه ناجحه بتاعتك كده؟ اول ما تشرب السيرم اعرفي اللي هي كده ناجحه معاكي تماما. بعد ما بننزل بالسيرم بتاعنا بقى كده وخلاص بنسيب الكيكه بتاعتنا تبرد تماما عشان تقطعيها، ما تقطعهاش وهي سخنه. اهم حاجه ما تقطعهاش وهي سخنه عشان هتنهري منك. انا سبتها ارتاحت كده 10 دقايق، انت المفروض تسيبها اكتر من كده، بس انا كان جاي لي ضيوف بصراحه، فطبعا كنت مستعجله يعني وعايزه اقطعها عشان اقدمها وكده. شايفين ما شاء الله بقى الجمال. يعني الكيكه بتتكلم عن نفسها بصراحه، جميله جدا. وعايزه اقولك ريحتها كانت ماليه البيت، والله العظيم روعه. اللهم بارك، حلوه جدا. لو وصلت بقى معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك والكومنت الحلو اللي بيفتح نفسي، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي الجرس فضلا وليس امرا عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى الجمال ده؟ اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه. يلا دمتم سالمين.